السلام عليكم. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا، وهو على عش الغراب أو المشروم على حسب ما حضراتكم بتسموه في البلاد عندكم. وطبعا على بعض الخضروات اللي بتكون مغذية لينا احنا كبشر، بس ملهاش أي فايدة للسلاحف، أو بمعنى أصح جسم السلحفة ما بيبقاش محتاجها. وكمان ممكن تكون سامة للسلحفة. هنقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وسلم. ونذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وندخل على الفيديو بتاعنا على طول. زي ما حضراتكم شايفين كده، أنا عاملة لكم علامة على المشروم. هو ده شكله. طبعا أنا شفته متقدم للسلحفة في طبق مكون من خضروات مشكلة. وده طبعا بيفيد السلحفة كتير جدا، الخضروات المشكلة أو سلطة الخضروات بمعنى أصح. لأن السلحفة جسمها بيبقى محتاج كمية من الفيتامينات عشان طبعا الصدفة وعشان صحتها. بس مش معنى كده ان اي خضروات ممكن نحطها للسلحفة. زي مثلا السبانخ مفيدة جدا لينا احنا كبشر، بس مضرة جدا للسلحفة لان جسمها ما بيحتاجهاش. كمان الكوسة من الخضروات، بس بالنسبة للسلحفة ملهاش قيمة غذائية كبيرة عند السلاحف. طيب، وعش الغراب، عش الغراب بينتمي لعائلة الفطريات، وبيعرف كخضار في عالم الأغذية. على الرغم من انه ليس بخضار خالص، هو بيحتوي على حمض الفوليك وفيتامين د والحديد والنحاس والفسفور والبوتاسيوم. مش عشان صعوبة هضمه، إنما ممكن يكون سام ومضر جدا للسلحفة. فأنا أنصحكم بلاش نقدمه أحسن، ونقدم الخضروات المتعارف عليها اللي بتبقى مالية الأسواق عندنا، وبتكون كمان رخيصة جدا وبتكون مفيدة للسلحفة. مش معنى ان احنا عندنا خضروات في التلاجة يبقى لازم نقدم منها للسلحفة. لا طبعا، في خضروات مهمة او مفيدة، وفي خضروات مضرة. وانا كنت عملت قبل كده اكتر من فيديو الاكل المسموح به والغير مسموح به. يا ريت حضراتكم ترجعوا للفيديوهات دي عشان تفيدكم في تربية السلاحف. وكمان الاكل المفروض نقدمه لها ده هيفيدها كتير جدا، هيمنع عنها امراض كتير جدا. كمان هيقوي جهاز المناعة عندها اللي بيحارب اي مرض. هنضمن صحة سليمة للسلحفة، وهنبعد عن اي امراض. وده كان فيديو سريع. باي باي.